السلام عليكم. فيديو النهارده خفيف ان شاء الله، هنتكلم فيه عن ازاي تبني AI agent او مالتي agent لو انت ما عندكش اي خبرة في الكود. خلونا بس قبل ما نبدأ ونشوف التول دي، احنا اتكلمنا قبل كده عن ال ADK الجوجل ايجنت ديفلوبمنت كيت، وكان ليها فيديو كامل هنا شرحنا فيه بالتفصيل ايه هو ال A2A، الايجنت بيكلم الايجنت ازاي، وال ADK ازاي تستعملها، والسيناريوز بتاعتها والاركتكتشر، واتكلمنا برضو عن ال MCP بالكامل في فيديوهات قبل كده هتلاقيها في الديسكربشن. فانت هنا لو هتيجي تستعمل ال ADK بتاع جوجل او انك انت تبني ايجنت، فانت لازم يكون عندك knowledge experience في الكود. انت محتاج تبقى عارف تكتب كود ازاي. جميل. نفس القصه بالنسبه للاوبن اي اي اس دي كي. برضه اوبن اي اي اس دي كي بتديك امكانيه انت تكتب او تعمل اي اي ايجنتس. تمام، بس برضه لازم يكون عندك خبره في الكود. ودلوقتي على حسب ما احنا بنتكلم هو كله بيطلب ان انت تكون لازم تكون فاهم ايه بايثون، يعني اغلب الاس دي كي اللي موجوده دلوقتي تكتب كود بايثون. تمام. طيب لو انا ما عنديش اي خبره في الكود خالص وعايز اعمل اي اي ايجنت او مالتيبل ايجنت، اعمل ايه؟ في تول ظريفه طلعت اسمها روبوت. الروبوت دي هي عباره عن اي اي مبني على الاوبن اي اي. طبعا يعني هنا ده مبني فوق الاوبن اي اي اس دي كي. جميل. مع الكوبايلوت طبعا بيديك امكانيه ان انت عن طريق البرومبت، هو عامل حاجه اسمها روبوت ستوديو. عن طريق البرومبت بتكتب له فكره الاي اي اللي انت عايزه، وهو اوتوماتيك بيشوف هل هو محتاج مالتيبل ايجنت، بيكريت هو مالتيبل ايجنت، وبيستعمل تول معينه ممكن تموك التول دي. ولو عايز كمان تربطه بالام سي بي ممكن تربطه باكسترنال ام سي بي سيرفرز. وفي النهايه بيديك ايجنت كبير جواه مالتيبل ايجنت، بيقدر ان هم يحصل ديليجيشن ويتكلموا مع بعض وهكذا. تمام، وتقدر تتعامل بيه. فهو دي فكره الاي اي تول دي. ده كده الاستوديو او الروبوت ستوديو. هو هنا دخل في البرومبت كتب له مثلا انا عايز اسيستنت لسكوتر رينتال كمباني مثلا. اوكي. هنا هيروح هيبدا هنا في الكوبايلوت، اخذ البرومبت اللي هو بعته له وبدا ان هو يقسم له الايجنت بتاعه. قال له انا هكريت لك ايجنت اسمه هاب ايجنت، وهكريت ايجنت تاني اسمه ديليفري انفو ايجنت، وهكريت ايجنت تالت اسمه برودكت انفو ايجنت. دول الثلاثه ايجنت. تمام. ودي التولز اللي انا هستخدمها. هيبقى في حاجه اسمها جيت ديليفري ستاتس تول وجيت برودكت انفو تول. دي التولز اللي هستخدمها ودي الايجنت اللي هستخدمها. تمام. وبيمشي معاها طبعا مع الستبس. يبدا ان هو يابلاي، لو موافق على التول دي او موافق على الايجنت ده يابلاي ويكمل وهكذا لغايه ما بيخلص. تمام. ويقدر طبعا يشوف السيستم برومبت والانستراكشن بتاعه الاي اي ايجنت ده لو حابب يعدلها او كده. في النهايه لما بيخلص بيبقى ده شكل الاستوديو، عباره عن كوبايلوت. الكوبايلوت ده بتكتب فيه فكره الايجنت، وعندي هنا ليست الايجنتس كلها اللي موجوده اللي اتعمل لها كرييت جوه الايجنت الكبير، وعندي التولز اللي بتستعملها الايجنت ده، وفي طبعا البرومبتس. والبلاي جراوند دي اعتبرها كانها اي اي كلاينت زي مثلا شات جي بي تي او كلاد ديسكتوب. هنا الكلاينت اللي في النهايه الاي اي كلاينت او الايجنت اللي انت هتتعامل مع الايجنت الكبير اللي تبدا ان انت تبعت له البرومبت وهو اوتوماتيك يروح يديليجيت ويسحب التاسكس من هنا، ويشوف لو هو محتاج اي ايجنت من ده يبدا ان هو ايه يكومينيكيت او يتواصل مع اكتر من ايجنت. تمام. في الباك جراوند هنا مثلا دخل قال له ايه اديني الدليفري بتاعي وضعه ايه. تمام. فراح جاي هنا السكوتر هاب، راح جاي راح عمل ديليجيت للدليفري انفو. عشان تفهم برضو فكره الديليجيت كل ده موجود في الفيديو اللي احنا اتكلمنا فيه اللي هو الخاص بالاي تو اي والاي دي كي. تمام. فهنا الايجنت الكبير عمل ديليجيشن للدليفري انفو ايجنت لان هو اللي هيدي له بيانات الدليفري. اوكي. وجي هنا الدليفري انفو راح جاي طلب منه ايه، قال له اديني الاوردر نمبر، فاعطى له الاوردر نمبر. راح جاي راح كلم الدليفري انفو ايجنت، راح كلم التول اللي اسمها جيت ديليفري ستيتس. فهنا راح استعمل تول من التولز الموجوده. اوكي. وبدا ان هو يرجع له ايه الداتا. تمام. مش كده وبس، انت ممكن كمان تربط، يعني دي تولز. لو انا عايز اربط بام سي بي سيرفر، انا عندي ام سي بي سيرفر جاهز وعايز اكونكت عليه، فممكن من التولز او السيتنج الخاصه بالبروجكت ومنها على التولز وبتضيف ام سي بي سيرفر. هنا بتحط السيرفر نيم وبتحط الاس اس اي ار ال بتاعه. تمام. بعد ما بتكونكت الام سي بي سيرفر بتاعك بتروح طبعا انت عايز تاد التولز الخاصه بالام سي بي سيرفر هنا في التولز، فبتيجي هنا بتقول له امبورت من الام سي بي، بيفتح لك طبعا كل التولز اللي موجوده في الام سي بي سيرفر اللي انت ضفتها. فانت بتبدا تقول والله انا عايز من الام سي بي سيرفر التول ديت،
او دي. هو هنا عامل تول اسمها سكرابنج، ضاف هنا التول، فبقى في التولز هنا في التولز اللي موجوده جوه الايجنت اللي مكتوبه، والتول مسحوبه من الام سي بي سيرفر. تمام. ممكن تخش على ايجنت معين وتقول للايجنت ده انا عايزك تستعمل التول دي لو اتسالت سؤال معين. طبعا الرولز وكده دي كان في فيديو عملناه على موضوع الليكنج بتاع السيستم برومبتس الخاصه بالاي اي، والشباب طلبوا ان احنا ازاي نقدر نستخدم حاجه زي كده. انت ممكن برضو في الانستراكشنز هنا تستعمل بعض السيستم برومبتس اللي كانت موجوده تعمل لها ليك في الجزء ده، ان انت تقول له مثلا استعمل الحاجه الفلانيه، استخدم التول الفلانيه، انت اسمك كذا، انت السكيل سيت بتاعتك كذا، انت الكابابيلتي بتاعتك كذا. فاحنا هنا ممكن نريوز الكلام ده. هيقول له انا جنريت، وهنا بيقول له ايه؟ ان انت هتانسر اليوزر كويستشن، ان انت تعمل سكرابنج لليو ار ال ده، حط له لينك يعمل له سكرابنج، يروح يسكان البيج دي ويسحب من الاتش تي ام ال منها الداتا معينه، وهيستعمل التول اللي هو عملها ايه؟ سكرابنج تول. تمام. فهنا بيشوف طبعا التشنجز بيفور وافتر على الانستراكشن الخاصه بالايجنت، لو تمام بيقول له ابلاي وبيكلوز ده وبيبدا يتعامل تاني مع الكلاينت. فبيقول له هنا ايه؟ ممكن تديني الرينج للمودلز للفويجر سكوتر مثلا. هيروح يعمل ايه بقى؟ البرودكت انفو، هو هنا كان على السكوتر هاب، البرودكت انفو ايجنت راح هيكلم التول الخاصه بالايه؟ بالسكراب. فهو اوتوماتيك عرف يديتكت انا محتاج اي تول من هنا، وراح جاي راح هنا طبعا السكرابنج تول عمل ديليجيشن الاول، وبعد كده السكرابنج تول هنا فيها بارامترز وفيها ريزولت. البارامترز هنا فيها اليو ار ال اللي هو حاطه له السكراب، وادي الفورمات مارك داون، والريزلت ايه؟ اللي هو الداتا اللي جابها من اليو ار ال. لو جينا بصينا هنا على الجيت هاب ريبو برضو بتاعته، هو الانستوليشن بتاعه ستريت فورورد. يعني هنا انت هتحتاج بس الاوبن اي اي كي، هتعمل له اكسبورت وتكلون البروجكت ده وتقومه از دوكر. تمام. وفي حاله ان انت بقى لو عايز تكونكت، يعني هنا عشان تقوم الاستوديو انا هنا قومته لوكال عندي اشتغل، لان في بعض التولز، في بعض الاي اي تولز او في بعض التولز لما يجي يقول لك دي شغاله او سبورتد لوكال، تيجي تعملها الانستوليشن بتكون تريكي شويه، وبتحتاج تنستول اكتر من باكج واكتر من فيرجن لحاجه معينه، سواء كان بايثون او ال ال ام او حاجه زي كده، وفي الاخر ممكن ما تشتغلش. بقى معايا هنا عادي بس ما كملش طبعا لان ضرب معايا. ده هنا هكتب فكره الابلكيشن اللي انا عايزه، او ممكن اديسكرايب مثلا، او ممكن ستارت فروم بلانك. تمام. هكتب هنا الحاجه اللي انا عايزها، هنختار من التمبلت مثلا واقول له هنا اسم البروجكت واقول له روح. تمام. وده فكره الاستوديو، ده الكوبايلوت. هكتب اللي انا عايزه زي ما شفناها في الفيديو. ده هنا الايجنتس اللي هو كريتها، ده هنا التولز، وادي البرومبتس، وادي البلاي جراوند اللي الكلاينت. طبعا هو ضرب لان ايه؟ جاب معايا ايه؟ كوتا، ضارب معايا في الكوتا. تمام. بس الفكره كلها ان هو كلوكال تقدر تعمل الموضوع ده ايه؟ بسهوله. جميل. ومن هنا من التولز برضو تقدر ان انت تضيف الام سي بي سيرفر. تمام. الناس اللي عندها بعض النولج في الكود، لو عايز، طب انا دلوقتي عندي استوديو اشتغل لوكال هوست، لو انا عايز استخدم الايجنت اللي انا عملته ده، تمام، بتول تانية ان هي تكونكت عليه وتستخدمه، انا مش لازم في كل مره اخش، مش لازم في كل مره اروح على الاستوديو على الانترفيس دي، صح؟ لا، انا عايز البروجكت ده كله او الايجنت الكبير ده اقدر انتراكت معاه، او اقدر ان انا كونكت عليه من تول بره او من سيستم تاني بره. تقدر طبعا عن طريق ال HTTP API. بتيجي هنا لو هتستعمل مثلا HTTP API هتحتاج البروجكت اي دي، وده بيجي من هنا من السيتنج. ادي البروجكت اي دي بتحطه في اليو ار ال، وبتحط للاوثرايزيشن في الهيدر بتباس البيرر الاي بي اي كي اللي هو ده، تاخده كوبي وتتعامل بيه HTTP. او لو انت بتستخدم بايثون برضو تقدر تتعامل بيه عن طريق البايثون، لو عندك ابلكيشن بايثون او كده تكونكت دايركت على البروجكت الكبير الايجنت الكبير وتنتراكت معاه بعيد عن الاستوديو. تمام. طيب انا شايف كبروجكت هقول رايي الشخصي فيه بصراحه، الحاجات اللي دايما بيبقى فيها ويزارد وجي يو اي مش بتلفت نظري، وخصوصا لو اقدر اوصل لنفس النتيجه بالكود، بحيث ان بيكون عندي فول كنترول وبقدر اتحكم بشكل كبير في الايجنت او الابلكيشن اللي هعمله. انت ممكن يكون رايك مختلف، حسنا رايكم في الكومنتس. لو الحاجات اللي زي كده بتعجبكم او تستفيدوا منها يا ريت تبلغوني عشان نعمل فيديوهات تانية لتولز زي دي لو ظهرت، ونشوفكم فيديو جديد ان شاء الله.